فؤاد جنيد بالحبس وبيسان رايحة تزوره. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في دراما الحفلات. فبعد ما قربت حفلة أم البيس بلبنان، على حكيها صار في إشاعات عم تقول إنه الحفلة التغت وفؤاد جنيد بالحبس. بصراحة نحن رحنا بحثنا عن الإشاعات لحتى لقيناهم بعد ما أم البيس حكت عن الموضوع. بيسان تلغي حفل بيروت فجأة بعد توقيف فؤاد في قضية تهز الوسط الفني بيسان. في بعض الروايات بتحكي إنه أم البيس عم تعمل هيك لحتى تسوق للحفلة، لأنه لحد الآن ما انباع غير تذاكر الVIP والباقي على البسطات. تذاكر عم نمزح. فؤاد الله يفك أسرك على السجن. ايه انت بالسجن، مو عارف انك بالسجن. هو بسجن 5 نجوم، مشان هيك هو مو عارف. الله يفك أسرك يا فؤاد. والحفلة كمان ما حتقدر تجي عليها عشانك كمان بالسجن، بدك تحضر حفلة زودتك. المتابعين علقوا على الموضوع كالآتي: ما حدا حجز أصلا، مين هي بيسان؟ الحفلة رح تصير عرس. طيب بيسان بتعرف بهذا الكلام؟ وانتو خبرونا، بيسان تسوق بأسلوب خارج الصندوق ولا في ناس متقصدين ومستهدفين أم البيس لأنه الشجرة المثمرة ترمى بالحجارة؟